السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هتكلم معاكم عن موضوع يهم ناس كتيرة جدا، وخصوصا الناس اللي مهتمة بالحياة في ألمانيا. لأن أنا النهاردة في الفيديو إن شاء الله هتكلم عن المخالفات المرورية. معلومة ليكم قبل ما أبدأ الفيديو، أنا عملت بحث كتير جدا عن أي شخص بيتكلم عن المخالفات دي. لقيت إن أحدث شخص بيتكلم عن المخالفات المرورية من سنتين. طبعا خلال السنتين دول المخالفات اتغيرت، في مخالفات اتضافت، وكمان أسعار المخالفات اتغير تماما. فالنهارده ان شاء الله انت هتشوف المخالفات بالاسعار بتاعتها الجديده في 2024، لان اي فيديو عدى عليه سنه او سنتين فالفيديو ده يعتبر قديم وحصل تغييرات كتيره جدا في القواعد المروريه، ولازم كلنا يبقى عندنا درايه بالقواعد المروريه علشان محدش فينا يحصل له مشكله. لان للاسف في ناس كتيره جدا بيحصل لها مشاكل مع انها مش قاصده تعمل المشكله دي. يعني في ناس بتتحط في مشاكل معينه بسبب اللي هم مش عارفين ان الشيء اللي عملوه ده غلط. فانا النهارده حبيت اوضح لكم كل المخالفات المروريه، من اول مخالفات السرعات، ومخالفات قطع الاشاره الحمراء، ومخالفات اولويه المرور، وكمان مخالفات الركن في اماكن غير مخصصه للركن. وبعد الفيديو ده ان شاء الله هيبقى معاك حصيله كويسه جدا تخليك تقدر تسوق عربيتك في اي مكان في المدينه من غير ما تعمل مشكله غصب عنك. ويلا بينا نبدا الفيديو. بسم الله. وانا قسمت لكم المعلومات دي على 3 فيديوهات علشان وقت الفيديو ما يكونش طويل عليك، وده الفيديو الاول اللي هنتكلم فيه عن مخالفات السرعة. اول حاجه هبتدي بيها وهي غرامات السرعه. في نظامين لنظام السرعه الزايده، وهو السرعه الزايده جوه المدينه والسرعه الزايده خارج المدينه، لان بتفرق كتير جدا حتى كمان في سعر المخالفه اذا كانت المخالفه دي معموله جوه المدينه او بره المدينه. واشرح لكم كل ده بالتفصيل ان شاء الله خلال الفيديو ده. والمخالفات مش بتقتصر على الغرامات الماليه بس، لكن في نقط بتضاف على شهاده السواقه بتاعتك اللي هي الحد الاقصى منها 8 نقط. وكمان بيكون في حظر من السواقه، ان الشخص اللي عمل مخالفه معينه يتحظر من السواقه لمده معينه، يعني ما يسوقش اي عربيه او اي حاجه خالص في المانيا لحد ما الفتره دي تنتهي. فلما اجي اتكلم عن كل مخالفه والغرامه بتاعتها هضيف عليهم عدد النقط اللي بتضاف وكمان حظر السواقه. وهنبتدي باول مخالفه، واللي هي ان لو في شخص سايق عربيته اعلى من السرعه المسموحه ب 10 كيلو متر، يعني مثلا سرعه الشارع دلوقتي اللي متحدده كحد اقصى 50 كيلو متر في الساعه، وفي شخص ماشي 60 كيلو متر في الساعة. لو شخص سايق عربيته بسرعة تزيد عن السرعة المسموح بيها ب 10 كيلو متر بيتعرض لغرامة 20 يورو، ومش بيتحط عليه أي نقط على شهادة السواقة، ومش بيتعرض لحظر السواقة، هو بس بيبقى قيمة ال 20 يورو. إنما لو نفس الشخص ده ماشي جوه المدينة فالغرامة هتبقى 30 يورو مش 20 يورو، وده بسبب اللي هو كان متواجد وعامل المخالفة دي جوه المدينة. والمخالفات بتبقى أصعب وأكبر جوه المدينة بسبب إن في سكان وفي اطفال وفي ناس حياتها ممكن تتعرض للخطر، غير خارج المدينه مش بيبقى فيه سكان كتير بتعرض حياتهم للخطر. فالغلطه في المدينه بتبقى اصعب من الغلطه بره المدينه. انما بقى لو الشخص ده مشي من 11 كيلو ل 15 كيلو فوق السرعه المسموحه، يعني مثلا السرعه بتاعه الشارع متحدده اللي هي تكون 50، الشخص ده مشي لحد 65، كده في 15 زياده. هم من 11 كيلو ل 15 كيلو زياده عن السرعه المسموحه، الشخص بيتعرض لغرامه قيمتها 40 يورو لو هو ماشي وعمل المخالفه دي بره المدينه، ومش بيتضاف اي نقط على شهاده السواقه، ومفيش حظر للسواقه ساعه المخالفه دي. انما لو الشخص ده عمل المخالفة دي جوه المدينة فقيمة الغرامة هتبقى 50 يورو، كمان مش هيبقى فيه أي نقط تضاف على الشهادة ومفيش حظر سواقة. انما بقى لو الشخص ده زود عن سرعته بمقدار من 16 ل 20 كيلو فهيتغرم غرامه قيمتها 60 يورو، ولو عمل نفس المخالفه دي جوه المدينه فهيتعرض لغرامه 70 يورو، وفي الحالتين مفيش اي نقط بتضاف ومفيش حظر سواقه. انما لو الشخص ده سايق بسرعه تتجاوز ال 21 كيلو متر لحد 25 كيلو متر زياده عن السرعه المسموح بيها بره المدينه فهيتغرم بغرامه قيمتها 100 يورو، بالاضافه اللي هو هيتضاف عليه نقطه على شهاده السواقه بتاعته، ومش بيكون في حظر من القياده. انما لو مشي بسرعه تزيد عن السرعه المسموحه من 21 كيلو متر لحد 25 كيلو متر جوه المدينه فبيتعرض لغرامه قيمتها 115 يورو، وبيتضاف عليه نقطه على شهاده السواقه.
السواقة بتاعته. معلومة سريعة، المخالفات دي بتكون للناس اللي خلصوا بالفعل الفترة التجريبية اللي هي البروبات سايت، انما لو حد عمل المخالفات دي وهو لسه في الفترة التجريبية اللي مدتها بتكون سنتين، فالفترة دي هتتمدد تاني. يعني لو عدى سنة من الفترة التجريبية دي وحصلت مشكلة، فالشخص اللي لسه في الفترة التجريبية دي بيعيد السنتين من الاول تاني، لكأن ما عداش ولا يوم من الوقت اللي هو المفروض بيجربوه فيه في السواقة. فما تنساش المعلومة دي. يلا بينا نكمل باقي المخالفات. اخر مخالفة وصلنا لها ان لو شخص مشي من سرعة 21 كيلو لحد 25 كيلو زيادة عن السرعة المسموحة. دلوقتي هتكلم معاكم عن ان لو شخص مشي زيادة عن السرعة المسموحة 25 كيلو لحد 30 كيلو. لو الشخص مشي زيادة عن السرعة المحددة بقيمة 26 لحد 30 كيلو فهيتعرض لغرامة 150 يورو، وهيتضاف على الشهادة بتاعته نقطة، وكمان هيتحظر اللي هو يسوق العربية في أي مكان في ألمانيا لمدة شهر. إنما لو نفس الشخص ده عمل نفس المخالفة جوه المدينة فهيتعرض لغرامة قيمتها 180 يورو، ونفس النقطة هتتضاف عليه، ونفس شهر الحظر هيتضاف عليه. انما لو شخص مشي زيادة عن السرعة المحددة بقيمة من 31 ل 40 كيلو خارج المدينة فبيتعرض لغرامة 200 يورو، وبيتضاف عليه نقطة على شهادة السواقة بتاعته، وبيتعمل له حظر من السواقة لمدة شهر. انما لو عمل نفس المخالفة دي جوه المدينة فبيتعرض لغرامة 260 يورو، وبيتضاف على الشهادة بتاعته نقطتين، وبيتحظر من السواقة لمدة شهر. انما لو شخص ماشي زيادة عن السرعة المحددة من 41 كيلو لحد 50 كيلو متر في الساعة بره المدينة فده بيتعرض لغرامة قيمتها 320 يورو، وبيتضاف على الشهادة بتاعته نقطتين، ده غير اللي هو بيتعمل له حظر من السواقة لمدة شهر. انما نفس الشخص ده لو عمل نفس المخالفة دي جوه المدينة فبيتعرض لغرامة قيمتها 400 يورو، وبيتضاف عليه نفس النقطتين، وبتحظر نفس الشهر. انما لو الشخص ده ماشي بسرعة تزيد عن السرعة المحددة من 51 كيلو لحد 60 كيلو خارج المدينة فده بيتعرض لغرامة قيمتها 600 يورو، وبيتضاف نقطتين على شهادة السواقة بتاعته، وبياخد حظر من السواقة لمدة شهرين. انما لو عمل نفس الغلطة دي بنفس السرعة دي داخل المدينة فبيتعرض لغرامة قيمتها 700 يورو، بالاضافة للنقطتين اللي هيتضافوا على الرخصة بتاعته، بالاضافة انه هياخد 3 شهور حظر من السواقة. انما بقى لو في شخص ماشي 70 كيلو متر اسرع من السرعه المحدده، يعني مثلا لو السرعه 50 ففي شخص ماشي 120 خارج المدينه هيتعرض لغرامه قيمتها 700 يورو، بالاضافه الى نقطتين هيتضافوا عليه، بالاضافه الحظر بيكون 3 شهور. انما لو نفس المشكله دي حصلت في المدينه فبيتعرض لغرامه قيمتها 800 يورو، بالاضافه الى نقطتين بيتضافوا على الرخصه بتاعته او على شهاده السواقه بتاعته، بالاضافه الى 3 شهور حظر من السواقه. وده كان الجزء الأول اللي يخص مخالفات السرعات، والجزء التاني هينزل بعد نزول الفيديو ده تاني يوم على طول إن شاء الله. وأنا عملت لك الملخص اللي ظاهر قدامك ده بكل السرعات والمخالفات وقيمة المخالفات، تقدر تاخده سكرين شوت وتخليه عندك على التليفون علشان لو عايز تراجعه في أي وقت من الأوقات، وكمان علشان لو عايز تبعته لأي حد من صحابك. كالعادة حابب أفكرك لو الفيديو عجبك ما تنساش تدينا اللايك، علشان اللايك ده بيساعد إن الفيديو ينتشر وناس تانية ممكن تستفاد منه. ولو المحتوى اللي أنا بقدمه عجبك ما تنساش الاشتراك معانا في القناة. أشوفكوا في الجزء التاني من المخالفات المرورية. السلام عليكم.